قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. كنا نخرج نتمشى ونجيب هدوم مدرسة بتاعت إيمان وشيماء. روفان صح؟ روفان ناقصلها سكيرت وإيمان ناقصلها بنطلون، فالله المستعان بقى. الشارع من اوله لاخره زحمه ناحيتين. هو ده بقى شارع عين شمس، ده اللي ماسك مصر كلها، وده اللي بسببه مصر بتبقى واقفه طول النهار، او مش مصر يعني القاهره. بصوا ده بقى شارع عين شمس، دايما تلاقوه زحمه وقافش كده ومليان ناس ومليان عربيات، وكل واحد فاتح محل. بصوا قاعد له واخد له جنب كده كتير هيثم. شارع عين شمس ده احمد عصمت بقى. زحمة يا مصر زحمة، ترى لا زحمة وتاهوا الحبايب. بصوا طلع على الرصيف. بصوا بقى المحل، بصوا زحمة 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 موت، زحمة جدا من اول الشارع لاخره، لان المحل زحمة. في محل قريب كده قلنا هنروحه، لان احنا كده كده مش عايزين حاجات كتير، احنا عايزين سكرت كحلي وبنطلون كحلي، مش عايزين اكتر من كده. فدخلنا الشارع اللي بيودي على محطة مترو عين شمس. الدنيا ايه بقى، زحمة جدا جدا يا جماعة. موسم مدارس بقى، كل سنة وانتم طيبين. بصوا المحل ده في شارع عين شمس، جبت منه بناطيل وحاجات للبنات وجاكيت لروفي. شارع السوق بتاع نزلة المحطة. اكتر اكل العيال بيحبوها، مفيش ست ما بتعرفش تعملها. بصوا سلقت فراخ، دي فراخ بلدي تمام، وهعمل شوربة لسان عصفور، وطبعا رز وملوخية. بصوا الغدا المصري الاصلي اللي كل الناس بتحبه وكله ايه متفق عليه. ملوخية خضراء، ملوكية عشان ما كانش باكلها الا الملوك تمام، ورز بشعرية. وعملت الشوربة المغربية او الجزائرية او زي ما يسموها اللي احنا كلناها في مطروح، خلاص بقى معتمدينها وبنحبها. وحمرنا فراخ. اتفضلوا معانا اكل مصري. بصوا دي اكل مصري كل المصريين بيعشقوها، وشويه سلطه خضراء والجرجير، والحمد لله فضل ونعمه. اتفضلوا معانا بقى. مسا يا حلوين، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يومي بدأ النهارده معاكم من بالليل، وسبحان الله الفيديو جاي بالطول مش عارف ليه، فما علينا. زقوا اليوم معايا، وحشتوني جدا جدا. انا حاسه ان بقالي مليون سنه ما طلعتش معاكم، ما طلعناش نتكلم. بصوا هو انا مش قادره بس اصور بوشي، لان الضرس بعد ما حشيته عصب مورم لي وشي توريمه حلوه قوي محترمه يعني، فانا مش هقدر اطلع بوشي طبعا وهو وريم، فانا ما لقيتش احسن من فيديوهات البحر نتكلم عليها. كام سؤال كده حلوين هرد عليهم واسيبكم ايه واتكل على الله. مش هصدعكم كتير مع انكم وحشيني والله قوي، ونفسي اقعد معاكم كتير جدا جدا جدا، بس كلمتين كده على السريع. كويكلي زي ما بيقولوا، كاويكلي على رأي عبد الصمد.
وحشتوني قوي والله، بتكلم معاكم وانا بقي مش قادره. الحقن بتاعه البنج وجعاني طبعا، والحشو العصب، وفجاه كده طلع شويه حراره كتير تحت اللسان وجنب اللسان، حتى الناحيه اللي المفروض سليمه باكل بيها طلع لي فيها حراره كتير جدا، فتعباني والماني. وبصيف عمال يقول لي حطي طحينه وحطي مش عارف ايه. فربنا الشافي المعافي يا رب. مش عارفه اطلع لكم بقى بوش الوام، ندخل بقى في الكلام على طول. اول سؤال جالي طبعا، وحشتينا والعيال عاملين ايه، وطمنين عليكم كلكم، عاملين ايه وايه اخباركم وايه اللي بيحصل لكم ده. والله دي كلها اقدار ربنا، وسبحان الله حاجات من عند ربنا، وابتلاءات البني ادم لازم يحمد ربنا عليها، وما يعني ما يزعلش ما يتعبش، يعني الحمد لله. نقول الحمد لله، ما نقعدش نقول بقى ليه يا رب ومش ليه يا رب، الحمد لله الحمد لله. كلها ابتلاءات ربنا كده فاكرنا، الحمد لله يا رب. ف لان ربنا فعلا لما بيبقاش عايز يسمع حد بيديله كل حاجه، بيديله كل حاجه، بيبقى بيقول للملائكه ادوله عشان انا مش عايزه اسمع صوته. فالحمد لله ابتلاءات والحمد لله عليها. طبعا ايمان الحمد لله يا رب، الجرح بيلم. لسه ما خلص، لا والله لسه ما لمش قوي، الجرح كان عميق شويه. والله يا بنات انا بقيت شايفه اعصاب بنتي واوتارها من جوه الجرح، يعني انا بقيت شايفاهم وشايفه العظم، بس البتاع جاي في العقلة فعلا، مكان تانية الصباع وفردة الصباع. فباباها قال لا، خاف ان هي تتخيط فالخياطة هتشدها، فبعد كده مش هتعرف تفرد صباعها. فاحنا قلنا سيبيها طبيعي، لله في الله كده هتقفل لوحدها بعون الله تعالى. وده حقيقي ابتدى يحصل، الجرح المكان الغويط هو اللي لسه ما قفلش، والجرح المكان اللي هو يعني عمقه مش قوي ابتدى يلم. تمام. فصباع ايمان الحمد لله ابتدى يلم، وبتروح الدرس وبترجع من الدرس الحمد لله زي الفل. هي في سنه تانية ثانوي عام، ادعوا لها، واخده علم علوم الهانم، ربنا يعينها ويقويها ويكرمها. انا والله ولا ضغط عليها ولا اي حاجه، انا بقول لهم شهادتكم دي اساسا بتتاخد دلوقتي منظره، يعني مش كل الناس بتشتغل بشهادتها دلوقتي، فخدوها امان ليكم وربنا يكرمكم بوظيفه حلوه بسببها والكلام ده كله. فانا مش ضغط عليهم خالص والله. بالنسبه لروفي الحمد لله عليها تمام الحمد لله. شلنا اللزقه من بدري والدنيا بقت زي الفل، والدكتور قال هي دلوقتي فتره نقاهه، لو قالت لك بتشكني بتزغزغني زي ما بتقول، عشان بتقوله بتزغزغني شويه، قال لها بس مش زي الاول، قالت له اه بتزغزغني حبه، قال لها خلاص تمام ما تقلقيش. حتى هو قال لي وقفي لها القطره المرهم، لان خلاص العين الحمد لله لمت، والجرح لم عينه تاني، العين لمت نفسها تاني. فاي حد يحصل له الموقف ده يا جماعه ما تقلقيش وما تخافيش، لان انا كنت في قمه الرعب. عارفين الرعب دي عين بنوته ويعني عارفين اللي هو في العين في النني وجوه النني، يعني هي سابت عينها كلها منشنه على النص. يعني الدكتور نفسه بيقول لها انت لو نشنجيه نمره واحد مش هتجيبها على النص كده، لدرجه ان هو بيقول لها مين اللي كان موقفك وبينشن عليك، وقالت له ما فيش حد، انا اللي عورت نفسي بالسناره. فكرتني بشيماء وهي صغنونه، كانت بتلعب مع بنت عمها، فواقفين على الكنبه، راحت شيماء واقعه من على الكنبه على ظهرها على سيف البلكونه، فباب البلكونه، فتعورت. فالدكتور وهو بيخيطها بيقول لها مين ضربك عورت، قالت لك ما فيش حد انا عورتي نفسي. كانت يعني صغنطوطه حوالي 4 سنين او 5 سنين، لا كانت 4 تقريبا، كانت صغننه قوي. ففكرتني بيها، سبحان الله الموقف تحسوه عادي، يعني الدكتور بيسألها لا هي بتجاوب. إيه بالنسبه بقى اسيف كان تعبان الحمد لله خف، شكرا والله لسؤالكم. وشيماء كانت واخده دور حلو قوي وفتحت راسها برضو الحمد لله، مش عارفه بتعمل ايه، ففاتحه باب المطبخ فوق وطلع على الرخامه، فطلع على الرخامه بعزمها كله فاهمين، فسيف المطبخ راح زربوه في راسها، في مفرق راسها كده راح فتحه. بس الحمد لله ما جابش دم كتير، والجرح كان سطحي الحمد لله على قد ما ربنا سترها. والله كنت قلقانه وقلبي وجعني، يعني انا واقفه بغير اصلا رايحه اودي ايمان الدرس، لقيتها ماما راسي بتجيب دم، طب ليه اتخبطت في المطبخ، انا كنت بغير، فتحت الباب والله يا بنات وطلعت اجري بتاع الاوضه ببص عليها، لقيت الدم نازل على قورتها كده هون. يا بنتي ايه ده احنا في ايه، طب صلوا على النبي، لا اله الا الله لا اله الا الله. خدتها وابوها يقول لك بسيلها بن، قلت لك بس بن ايه، لا طبعا. تعالي مسكت قطنه حطيت لها شويه كحول، فالكحول سبحان الله بيطهر الجرح ويوقف النزيف. هو حرقها شويه بس الحمد لله، انا عارفه ان انا ام قاسيه بس لازم اوقف لها النزيف. فبصيت فيها لقيتها الحمد لله خفيفه، وبرضو ان شاء الله مش هتحتاج خياطه. بس فالحمد لله احنا كويسين الحمد لله. وابو سيف تعب من يومين، وكان سأل الدكتور قال له تعالى لي ممكن اغير لك الدواء بتاعك، اعملي شويه تحاليل وتعالي لي. راح له عمل تحاليل وحاجات وراح له الحمد لله، يعني امبارح يوم الاثنين او اول امبارح يوم الاثنين، لا امبارح الاثنين
امبارح التلات، ما علينا ما علينا، الايام تايهه مني. فالحمد لله غير له نوع من انواع العلاج بتاعته. طب والعلبه القديمه اللي فاضيه دي اللي احنا فتحناها، لا ارموها يا راجل، حرام عليك، علبه ب1500 نرميها. فقلت له نزلها للراجل بتاع الصيدليه ويديها لاي حد محتاجه، لان هي اتفتحت خلاص. بس وانا الحمد لله عملت ضرسي، وادعوا لي بالشفاء العاجل يا رب، عشان وجع الضروس ده وحش قوي قوي، وحشو العصب حاجه استغفر الله العظيم يا رب، يعني سبحان الله. بس في سؤال بقى جالي من بنوته، يعني احنا طمناكم علينا واسئلتكم كلها تمام الحمد لله. بتقولي يا طنط اسماء، بجد والله انا مبسوطه قوي ان هي سالتني وقالت لي قولي على القناه عشان البنات برضو تبقى عارفه وعندها خبره. بتقولي جاي لها عريس، تمام، هو جارهم، بس من ساعه ما دخل البيت وهو عمال يتنك عليهم، يعني احنا انتوا تجيبوا كذا واحنا نجيب كذا، من غير دخول في تفاصيل عميقه يعني. فتقولي انا بابايا يعني ظروفه صعبه، ما يقدرش يعمل اللي هو بيقوله ده كله. بابا يقول له حاضر ربنا يسهل مش عارف ايه، طب يا ابني مش عارف ايه، وفي الاخر خالص يقول له القايمه، يقول له احنا هنكتب في القايمه اللي انتوا جبتوه واللي انا جبته. طب هتفقطها بكام؟ لا مش هنفقطها بفلوس، احنا هنكتب اللي انتوا جبتوه واللي احنا جبناه، مش هنفقطها بفلوس. قلت لها طب اللي هو ازاي يعني؟ قالت لي ما هو ده اللي انا مجنني دلوقتي، وبابا جه بقى في الموضوع دون، يعني هو كان عمال يقول لبابا انتوا عليكم كذا وانتوا عليكم كذا، حاضر يا ابني، انتوا عليكم كذا، حاضر يا ابني، طب وانت يا ابني عليك ايه؟ لا انا مش هجيب غير مش عارف ايه ومش عارف ايه بس، وانت يا عم هتجيب كذا وانت يا عم هتجيب كذا، وبينقي يا اسماء. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي لا انت تجيب شاشه نوعها كذا، وتجيب مش عارف ثلاجه نوعها كذا، وتجيب غساله نوعها كذا، وتجيب البوتاجاز نوعه كذا، فاهمني؟ فجم عند القايمه بيختلفوا، قال له لا ازاي ما مفقدش القايمه؟ قال له انت مش ليك ان انت تكتب اللي جبته وانا اكتب اللي جبته؟ قال له ايوه يا ابني، والذهب كمان يا اسماء مش عايز يكتبه في القايمه. قلت لها لا ده يبقى بيستهبل وداخل على طمع، وسيبكم منه وبعيدوا عنه. قالت لي بس طب دلوقتي انا عايزاه وبابا بيقول هو كويس ومحترم. قلت لها ده لو كويس ومحترم ما يشيلش حماه اكتر من فوق طاقته. طب نعمل ايه؟ نخش لها من الناحيه التانية، نشبكها، يخش يقرا فاتحه، الفاتحه اللي هي نص عقد يا جماعه، نص عقد تتخان في ثانيه، بسم الله ما شاء الله، عيال متربيه. ابوه وامه فاكرينه يا عيني خلاص ربنا هداه وهيتجوز، هو داخل يلعب بالبت، داخل يلعب بالبت، يخش وياكل ويشرب ويتامر، واعملوا لي النهارده بط، واعملوا لي النهارده وز، واعملوا لي النهارده مش عارف ايه، والشبكه في كاتب الكتاب، وفي الاخر خالص شهرين 3 6 سنه، ممكن يقعد معاها سنتين، وفي الاخر خالص يسيبها وتبص تلاقيه بيحب واحده تانية. بقينا بنشوف بسم الله ما شاء الله على السوشيال ميديا واحده في فرح صاحبتها وبعدها بشهرين خدت عريس صاحبتها منها. انتوا متخيلين؟ يعني هو اصلا بيحبها بس لف على دي شويه عشان ياخد جهازها وحاجتها بعد ما يتجوزها، ويطلقها ويرميها وتخش على عفش صاحبتها لحد ما يدوبوا على ما صاحبتها بقى تفكر يعني تاخد حقها بالمحاكم ومش عارف ايه. واحنا محاكمنا بسم الله ما شاء الله حبالها طويله، تكون العفش اتكهن والبت اساسا الجديده خلفت. فهو ده اللي بنتكلم فيه، بلاش نرخص عيالنا، وبلاش يا سكره يا عسوله ترخصي نفسك. مش عايز يمضي على القايمه عنه ما مضى، مش هجيب لك حاجه ولا جايه لك اصلا، يبقى انت راجل شيل بيتك. والدهب يتكتب جوه القايمه، حاجه في المحكمه اسمها قائمه منقولات زوجيه متفقطه. في الاخر خالص هيديلها شويه اوضه نوم، هو مكتوب في اوضه النوم وصفها ايه؟ بيجيب لها اوضه بتاع ربابيك يا جماعه. بوتاجاز هو مكتوب في البتاع الوصف بتاع البوتاجاز، بيجيب لها بوتاجاز من ربابيكيا. بتروح قدام المحكمه يروح مدي الامين قرشين، ولا الامين يبص اهو بوتاجاز وتلاجة وغساله واوضه نوم واوضه انتريه، وادي العفش بتاعك يا استاذه، والعفش الاصلي لسه يعني في الشقه. انتوا متخيلين وصلنا لايه؟ علشان في رجاله مش رجاله اصلا، عشان في ناس اشباه رجال. ابنك لو مش قادر يتجوز ما يتطينش، يصوم مش قادر يتجوز يصوم، ما يبهدلش بنات الناس معاه. تلاقي الواحد اتجوز ويدخل على عروسه يفاجئها اول ما تتجوز، انا عليا اقساط اوضه النوم واقساط الانتريه واقساط الصالون واقساط. طب امال انت جبت ايه يا حبيبي؟ انت متجوز بجهدك لله وللوطن، تقعد يا عيني سنين متداينه عشان تسد حق الصالون والانتريه واوضه النوم والايجار ومش عارف ايه، وتفضل طفحانه المرين. انا عايزه اعرف ايه اللي بيزيد على بناتنا لما بتتجوز؟ العيله وتكوين الاسره والكلام ده كله، لو مش هتيجي من راجل مسؤول وراجل مكانه صح مش عايزينها. البنت لما بترجع بيت ابوها بعيل ولا بعيلين بيبقى الاحساس اصعب على الاب والام، والمسؤوليه اكتر واكتر على الاب والام. البنت بتفضل مرميه بيهم ومذلوله بيهم طول العمر عشان تربيهم، عشان ما تدخلش عليهم اب وحش او تطلع زباله زيه، هو رمى عياله وهي ترمي عيالها والعيال تتبهدل. فاهمني؟
مفيش مرات اب او زوج ام بيبقى حنين الا ما رحم ربي، يعني قله قليله يا جماعه. فانت ما تضحكيش على نفسك وتقولي اصل بعد ما اتجوزه هيتعدل. اللي مش من اوله راجل صدقيني عمره ما هيبقى راجل بعد كده، صدقيني. اللي مش هيقدر يصرف على بيته من اولها عمره ما هيكمل ان هو يصرف على بيته. فخليكي ورا باباكي واسمعوا كلام اهاليكوا، البنات اللي مقبله على الجواز، البنات المخطوبه، البنات اللي بتحب او بينها وبين حد يعني حب، مش هنقول علاقه لان كلمه علاقه مش لطيفه. صوني نفسك وعزي نفسك واعملي لنفسك قيمه، اعملوا لنفسكم ولاهاليكم قيمه. بلاش تخليه يقول لك ده انت اهلك رموكي، ده انت اهلك عملوكي، ده انت اهلك كانوا لما صدقوا لزقوكي ليا. لا، اتنكي وتشرطي وتأمري يا اسماء. انت بتقومي البنات على الرجاله من يومهم يا جماعه. البنات المفروض يقوموا، لكن البنات دلوقتي بقى بيسيبوا في حقهم جدا. عنوسه تقل الناس بقت بتبص لها. ايه يعني البنت ما تتجوزش؟ ايه يعني فيها ايه؟ يمكن ربنا شايل لها حاجه احسن. قسما بالله انا اعرف متابعه عندي بتقول لي يا اسماء، مش فاكره عندها كام سنه ما اتجوزتش، لحد ما لفت وحاولت وفضلت تقاوم وتقاوم وراحت اتجوزت في بلد تانية مش بلد، دولة تانية مختلفة عن أهاليها. وفي الآخر خالص طلع عندها عيب في الرحم، ما بتخلفش. يعني انت كنت متجوزة واحد متجوز، ويا ريته متجوز واحدة، ده متجوز 2 وهي التالتة، وعنده من كل واحدة 3 عيال ولا 4 عيال. قالت أنا رضيت بس علشان أخلف حتة عيل، وفي الآخر طلعت ما بتخلفش وراحت دولة تانية مختلفة، وابتدى يبهدل فيها وابتدى يقل أدبه عليها. طلع على سفارتك على طول. طب انت استفدتي ايه؟ ما هو ربنا كان شايل عنك الهم ده كله. ربنا كان شايل عنك الهم ده كله. انا قلت لها ربنا كان شايل يا بنتي عنك الهم ده كله. انت اللي سعيتي له، وانت اللي جريتي وراه، وانت اللي جريتي ورا سراب ربنا شايله عنك. اديك هتقعدي طول العمر بدل ما انت بتقولي راجل، يعني عايزه راجل وعايزه اتجوز، هتقعدي طول العمر تقولي انا مش عايزه اتجوز عشان انا فيا عيب. بقيت بتقولي انا فيا عيب يا اسماء، محدش هيرضى ياخدني. صدقيني نصيبك هيجيلك. حد عارف، يمكن انت لو ما كنتيش استعجلتي كان ربنا حط في وشك راجل مخلف وعنده عيال ومش محتاج عيال. فهماني؟ مش محتاج عيال وعايز واحده بس يعيش معاها حياه كويسه. العيال كلت منه صحته مثلا وكلت منه حياته، عايز يرجع يشد حياته مع عروسه جديده. فيا جماعه اي حاجه ربنا بيبعدها عننا خير والله العظيم. انا عن نفسي لما عيالي اتعوروا ولا عيالي تعبوا قلت اكيد ربنا شايل بيها بلاء اكبر، اكيد ربنا شايل بيها بلاء اكبر عني. الحمد لله يا رب، الحمد لله. اليوم اللي ايمان اتعورت فيه بعد روفان على طول، انا قلت الحمد لله يا رب، اكيد انت شايل لي بلاء اكبر من كده. شايل عني بلاء كبير ووحش، يعني ربنا شال عني بلاء وحش بتعويره صغنطوطه في صباحها عميقه، وانا زعلت وهي تعبانه وهي مجروحه، بس اكيد ربنا شايل عني حاجه وحشه عظيمه بعدها عني. فربنا يا رب يكفينا واياكم شر الناس الوحشه. يا جماعه ما ترخصوش نفسكم، يا جماعه ما ترخصوش بناتكم. ابوس ايديكم، ابوس ايديكم، مش بعد ما تعبنا وشقينا وطفحنا المرين فيهم في الاخص نرميهم لواحد ما عندوش ضمير يبهدلهم. ده هم القوارير، فرفقا بالقوارير فعلا، رفقا بالقوارير. انا ما شفتش الرسول عليه الصلاه والسلام في الجوازات بتاعته اللي اتجوزها كلها جهز حد، يعني جهز بناته مثلا، ما جهزش ستنا فاطمه، ما جهزش ستنا ام كلثوم. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا على الناس دي. وبرضو بقول لكم انا للاسف الشديد بجهز بناتي عشان انا في مجتمع ما بيرحمش البنت اللي ما بتجهزش نفسها. وربنا يكرمهم يا رب بولاد الحلال اللي يصونوهم ويعفوهم ويحطوهم تاج على راسهم هم وبنات المسلمين يا رب، امين يا رب. ويكرم ولادنا ببنات الحلال يا رب، اللهم امين. بس اشوفكم بقى على خير. حبيت بس اتكلم معاكم الكلام ده لاني قالت لي احكي قصتي. باي.